السلام عليكم أيها الشباب أينما كنتم. علاقة الأبناء بالأبوين، علاقة الأبناء بالأبوين علاقة مهمة جدا، والإسلام ربطها بالعبودية المخلصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن قضية الإحسان بالوالدين موصولة ومرتبطة بقضية أساسية يبنى عليها الإسلام كله، وهي قضية العبودية لله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فنحن إذن أمام قضية مهمة تأتي في الترتيب الأولي بعد قضية العبودية لله سبحانه وتعالى. والأبوان هما من كان سببا في وجودك في الحياة، وهما من تعبا ويتعبان في تحصيل السعادة لك وفي المتعة لك. لهذا واجبك نحوهما واجب عظيم. فتذكر أن الأب كيف تعب في تربيتك وشعر بالمسؤولية نحوك، لا ليطعمك فقط، وإنما لينشئك تنشئة سليمة في عقلك وفي بدنك وفي ثقافتك. الأب له هذه المكانة المهمة جدا، وحتى لو كان كافرا وأنت مسلم عليك أن تطيعه وتطيعهما بالمعروف كما نص القرآن، ولكن إن جاهداك على الشرك فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذه القضية قضية أساسية تجعل من الأبناء مرتبطين بالآباء والأمهات، وإن اختلفت الأديان واختلفت المعتقدات، فعليك أن تحسن إليهما وعليك أن تصلهما. وتأتي الأم في الدرجة الأولى قبل الأب في الترتيب، إذ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله: من أحسن الناس بصحابتي؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فنحن نلاحظ في هذا الحديث الذي جعل هذا الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أحق الناس بحسن صحابتي. قال له: أمك. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فجعل الأم في المقام الأول. لماذا؟ لأن الأم حملتك كرها ووضعتك كرها وأرضعتك حولين كاملين، وتعبت في تربيتك وتنظيف بدنك وفضلاتك، وتحملت الكثير من المعاناة والمشاق في تنشئتك، فهي تستحق منك هذا الإجلال وهذا الإكرام وهذا التعظيم.